المغرب 99% باش تنظم كأس افريقيا 2028 وبشروطها زاده، وهذا مش بالكولسه ومش بالقجع ومش بالتدخلات، لا، لانه فما برشا مغالطات بعد ما اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي البارح وبحضور رئيس الفيفا. فما برشا مغالطات وبرشا كلام مش صحيح صراحه. شوفوا، راهو المكتب التنفيذي البارح لما اجتمع على اساس انه باش يلقى بعض الدول مقدمه ترشحاتها باش تنظم كاس افريقيا 2028. ما رانا اللي ما فما حتى دوله افريقيه تقدمت باش تنظم كاس 2028، يعني ما فما حتى دوله مستعده حاليا في افريقيا انها تنظم كاس افريقيا 2028 بخلاف المغرب. ما نعرفش انا، لا مصر قدمت، لا الجزائر، لا الكاميرون، لا الكوت ديفوار ما قدموش، لانهم لا جنوب افريقيا الكل يعني عندهم مشاكل في الملاعب وعندهم مشاكل في البنيه التحتيه، وخايفين انهم يظهروا بصوره خايبه بعد الكان اللي شفناه في المغرب. وهذه حقيقه وهذا الواقع، هذه الحقيقه وهذا الواقع. الناس الدول الافريقيه كلها معظمها يعني خايفه انها تظهر بصوره محتشمه بعد ما شفنا قوه الملاعب وقوه التنظيم وكذا في المغرب صراحه. وانا والاقامات يعني حاجات رهيبه شفناها في المغرب ومستوى عالي جدا صراحه شفناها في المغرب. هذاك علاش ما فما حتى دوله في افريقيا، وهذه الحقيقه وهذه الحقيقه المره، هذه الحقيقه المره، انه حتى دوله في افريقيا ما قدمت ترشحها باش تنظم كان 2028. كان موجود، علاش ما تنظموش؟ انا نخاطب في الدول الكل، علاش ما تقدمش دوله تنظم الكان هذا؟ خاطر ما عندناش بنيه تحتيه. فما حتى دوله في افريقيا عندها بنيه تحتيه كما عند المغرب، وهذا هو هذا ما معنى الاستثمار في البنيه التحتيه. المغرب حاضره انها تعمل كاس افريقيا 22، وانا بصراحه فرحان انها تتعاود المغرب، مش على خاطر راني انا تونسي، ولكن فرحان ليش؟ انا بالنسبه لي انا اعتبر نفسي نلعب على، يعني كتوانسه نلعب على ارضنا. يعني المغرب دوله عربيه، دوله مجاوره وبنيه تحتيه كبيره، وشفنا الملاعب نتاعهم متطوره وشفنا كل شيء، ما شفنا حتى حاجه والتنظيم وكذا. يعني بالنسبه لي انا ان شاء الله تتعاود المغرب، ان شاء الله تتعاود المغرب، لانه وعن جداره واستحقاق. راهو لا فما تدخلات، لا فما حتى شيء برا. امشي ثبت على روحك، راهو ما فما حتى دوله افريقيه يعني قدمت الملف نتاعها انها تنظم كاس افريقيا. علاش؟ لانهم خايفين، وهذا هو الحاجه الخايبه بصراحه. الواحد يحس اللي هم خايفين انهم يظهروا بوجه محتشم بعد التنظيم اللي شافوه في المغرب. وما زال انتم اذا كان تعاود المغرب تنظم 2022 باش تكون الكوتا اقوى واعلى، لان المغرب تحضر في كاس العالم 2030 وباش تكون ملاعب حاضره اكثر وبرشا اقامات جديده وبرشا دنيا جديده تحضر، و2022 يكون الكان احسن من الكان هذه بكثير بكثير. واضح؟ ولذا ما عادش معناتها تحكيوا على كواليس وعلى كذا، وعلى خاصه في تنظيم كاس افريقيا. انا ملي شفت المكتب التنفيذي يقول لي ما فما حتى ملف وحتى دوله مترشحه انها قدمت ترشحها باش تنظم الكان هذه، يعني بمعنى انه المغرب هي اللي باش تنظم كاس 2028 كاس افريقيا. وانا بصراحه نتمنى هي تعاود في المغرب، خاطر المغرب ولات لنا يعني